بخاف ما اسمعش صوت ربنا لما بطلبه في ارشادي في موضوع معين. ازاي اعرف اسمع صوته وارشاده ليا؟ لان الاختيارات والطرق بتكون كتير. احنا بنقرا الكتاب المقدس: 1 عشان ناكل نتغذى، 2 عشان نحارب ابليس، 3 عشان نعرف فكر الله، 4 عشان نعرف هو عاوز ايه في الموضوعات بتاعتنا. مش نمرة 1 هي الموضوعات. ساعات ناس ما بتقراش الكتاب المقدس الا لما عايزه تعرف انا هترهبن ولا اتجوز ولا سافر ولا وتفتح الكتاب. الكتاب مش معمول لكده. الكتاب معمول عشان خاطر اكل، عشان احارب، عشان اعرف فكر الله، عشان يديني امور اللي هي اعرفها او ما اعرفهاش. عندك موضوع مثلا زي موضوع الارتباط، اتعامل معاه ازاي؟ ده اختيار. شوف التوافقات، في توافق روحي، علمي، اجتماعي، في استقرار وظيفي، في وقت مناسب. ايوه مناسبين، هنعمل 3 أداديس، هنشوف الباب المفتوح والباب المقفول، العيلتين. ايه ده؟ خطوات يؤيدني في النص صوت الله. كل ما اصلي ارتاح، كل ما اقرا الكتاب يطلع لي وعود. دي نمرة 5. ولازم يبقى لك مرشد تحكي معاه. عايز اترهبن، عايز اتكرس، نفس القصه. مش الموضوع مثلا افتح الكتاب قال لي كده يبقى كده، ما انا فاعله ففعله باكثر سرعه، رايح انتحر. خلي بالك انت ليه محتار؟ لانك انت بتاخدش الموضوع، لان الله اعطانا العقل نعمه منه عشان نقعد نفكر. جواز، سفر، دراسه، هجره، دي مواضيع حضرتك ما تاخدهاش كده. انا مواظب على خلوتي عشان اسمع صوت ربنا. لا، الخلوه عشان تاكل، عشان تحارب، عشان تعرف فكر الله، عشان اخر حاجه بس ما يبقاش هو ده الموضوع.